فيلمنا النهارده بيبدأ بحكاية من الماضي، وبنشوف قط صغير اسمه جارفيلد وهو مستخبي جوه كرتونة في الشارع، وفي الوقت ده بيجي له والده بيطلب منه انه يستناه هنا وما يتحركش من مكانه، وبعدها بيسيب والده لوحده وبيمشي. وساعتها بيبان على جارفيلد انه خايف ومرعوب جدا من الاصوات اللي بيسمعها حواليه، وبالرغم من كده بيفضل جارفيلد مستني والده على امل انه هيجي بسرعة. ولكنه بمجرد ما بيشوف المطعم اللي قدامه وبيشم ريحة الاكل بيقرر انه يروح على هناك لانه جعان جدا. وفعلا بينطلق جارفيلد في اتجاه المطعم وبيعدي الشارع وبيقف تحت الشباك. وفي المطعم بنشوف الجرسون وهو بيقدم بيتزا لواحد من الزباين، وبنعرف وقتها ان الشخص ده اسمه جون. وساعتها بنلاحظ انه حاسس بالفراغ والوحده، واللي بيفضل يتفرج على العائلات اللي حواليه وهم بياكلوا مع بعض. ولما بيجي جون ياكل البيتزا بتاعته بيتفاجئ بجارفيلد وهو واقف له ورا الشباك، فبيتعاطف جون معاه لما بيلاحظ انه جعان، وبعدها بيدخله للمطعم وبيفضل يلعب معاه، وكمان بياكله قطعه من البيتزا بتاعته. ولكن جارفيلد بيكون جعان جدا وبياكل البيتزا كلها بسرعه جدا، وعلشان كده بيضطر جون ان هو يطلب من الجرسون ان يجيب له اكل تاني. وفي الوقت ده بيتفاجئ جون لما بيلاحظ ان جارفيلد راح لترابيزه تانيه، وده علشان ياكل الاكل اللي عليها. فبيجري جون وراه بسرعه وبيحاول انه يخبيه قبل ما الجرسون يشوفه، ولكن جارفيلد بيفضل يتنقل من ترابيزه للتانيه وهو بياكل اي حاجه تيجي قدامه. ولما بيجي جون يستلم الطلب الجديد بتاعه بيتفاجئ بجارفيلد وهو مستخبي في العلبه، فبياخده جون وبيخرج من المطعم بسرعه. وبيبدا جون يتعاطف مع جارفيلد لما بيشوفه وهو بيعيط، وكمان بيحس انه وحيد زيه، وعلشان كده بيقرر انه يحتفظ بيه. وبتعدي ايام كتير وبنشوف جارفيلد وهو عايش مع جون في البيت بتاعه، وكمان بيكون عايش معاهم كلب اسمه اودي. وبنعرف وقتها ان جارفيلد بيحب اودي جدا لانه كلب مطيع وذكي، وكمان بيساعده في كل حاجه هو بيعملها. وبعد فتره طويله بيكبروا هما الثلاثه وبنشوفهم وهم عايشين مع بعض حياه سعيده وممتعه. وبيبان وقتها ان جارفيلد بيحب جون جدا، واللي مجرد ما بيروح في النوم بياخده جارفيلد وبيوديه للسرير بتاعه وبيغطيه. وفي نص الليل بيصحى جارفيلد من النوم، وده لانه بيكون جعان جدا. وساعتها بينادي جارفيلد على اودي اللي بياخده بيوديه للثلاجه، وبيفضلوا هما الاثنين يفكروا هما ممكن ياكلوا ايه. وفجاه بيسمعوا صوت غريب وبيظهر لهم كلبين شكلهم مرعب ومخيف جدا، ولكن جارفيلد ما بيكونش خايف منهم، وده لانه بيكون واثق انه بيحلم مش اكتر. وعلشان كده بيخلي اودي يضربه علشان يصحيه من الحلم ده، ولكنه فجاه بيكتشف ان ده مش مجرد حلم. وساعتها بينقضوا الكلبين دول عليهم وبيخطفوهم وبياخدوهم لمبنى مهجور، وهناك بيربطوهم الكلبين ده حبال وبيعلقوهم من رجليهم في السقف. وساعتها بيكون جارفيلد هو واودي خايفين جدا وما بيكونوش عارفين يتصرفوا ازاي. وبعد شويه بيجي شخص غريب وبيفضل ينط من مكان لمكان علشان يقرب من جارفيلد واودي، ووقتها بنلاحظ ان الكلبين مراقبينه من بعيد. وبعدها بيوصل الشخص ده للحبل وبيقدر انه يقطعه وبيحرر جارفيلد هو واودي. وساعتها بيقول لهم ان هما لازم يهربوا بسرعه من هنا. وبمجرد ما بيشيل جارفيلد اللبس بتاع الشخص ده بيتخض جدا وبيتفاجئ لما بيشوفه، وبيعرف اودي ان الشخص ده اسمه فاك، وان هو ده والده اللي اتخلى عنه وهو لسه صغير. وفجاه بيسمعوا كلهم صوت مرعب ومخيف، وبيتخضوا لما تظهر قطه شريره من جنبهم، وبتفضل القطه دي تضحك عليهم لانها قدرت فعلا تخوفهم. ووقتها بنعرف ان القطه دي اسمها جيمس. وساعتها بيبان على جارفيلد انه مستغرب جدا من اللي بيحصل، وبيسالها عن السبب اللي هي خطفتهم علشانه. فبتبدا جيمس تحكي له عن نفسها وبتقول له انها زمان كانت قطه متشرده في الشوارع، وان ده اتغير بعد ما قابلت باك هو وعصابته وقررت تنضم لهم. وبتحكي له ان في يوم من الايام وهم بيسرقوا لبن من واحده من المزارع جات الشرطه فجاه وقبضت عليها. وبتكمل جيمس حكايتها وبتقول انها فضلت عايشه اسوأ ايام حياتها في السجن، وده لحد ما قابلت الكلبين دول وبقوا هم المساعدين بتوعها. وبعدها هربوا هم الثلاثه مع بعض من السجن. وبنرجع بعدها لوقتنا الحاضر، وبتقول جينكس لجارفيلد انها بمجرد ما عرفت ان هو ابن فاك قررت انها تخطفه، وده علشان تقدر انها توصل لفاك. وبتفهمه ان الانتقام مش هو هدفها، وان كل اللي هي عاوزاه ان فاك يعوضها بلتر واحد من اللبن عن كل يوم هي قضته في السجن. ولما بيجي اودي يحسب عدد الايام بيلاقي ان جينكس عاوزه 1675 لتر من اللبن، فبيتصدم فاك لما بيسمع الرقم. وكمان بتشترط جينكس عليه ان يجيب لها اللبن ده من مزارع اللاكتوز اللي كانوا عاوزين يسرقوها زمان. وبعدها بتقرب جينكس من جارفيلد وبتقول له انها عارفه المشاكل اللي بينه وبين والده، وعلشان كده لازم يعملوا المهمه دي مع بعض. ولكن وقتها بيكون جارفيلد رافض الفكره وبيحاول ان يهرب منها، ولكن الكلب العملاق كان بيمنعه. وساعتها بتفهمهم جينكس انهم لو ما نفذوش كلامها هتخلي المساعدين بتوعها يقتلوهم. وبتفضل جينكس تخوفهم اكتر واكتر، فبيترعب جارفيلد وفاك وكمان اودي وبيقرروا انهم ينفذوا كلامها. وساعتها بتقول لهم جينكس انها هتديهم مهله لمده يومين، وبتعرفهم ان المساعدين بتوعها يفضلوا مراقبينهم طول الوقت. فبيخرج جارفيلد من المكان وهو متعصب جدا، وبيفضل يزعق مع والده لانه هو ورطه مع المجرمين دول، وكمان لانه سابه لوحده وتخلى عنه لما كان لسه صغير. فبيطلب فاك من جارفيلد انه يديله فرصه ثانيه علشان يشرح له اللي حصل، ولكن جارفيلد بيرفض انه يسمعه. ولما بيجي جارفيلد يسيبهم ويمشي بيتفاجئ بمساعدين جينكس اللي بيظهروا
فجأة وبيمنعوه، فبيتضايق جارفيلد اكتر ولكنه بيكون مضطر انه يساعد باك. واثناء الطريق بيفضل باك يطمن جارفيلد وبيقوله ان السرقة من مزارع اللاكتوز دي حاجة سهلة جدا، وبيعرفوا ان هم هيروحوا عن طريق القطر. ومن الناحية التانية بيصحى توم من النوم وبيتفاجئ جدا لما بيلاقي ان في اكل واقع على الارض، وساعتها بيفهم ان جارفيلد في خطر، وده لانه عمره ما ساب اكل وراه. وبنرجع بعدها تاني لجارفيلد وباك واودي اللي بيكونوا وصلوا في طريق القطر، ووقتها بيستخدم باك غصن شجره وبيطلع جارفيلد عليه، وبمجرد ما القطر بيوصل بيسيب باك الغصن وبيطير جارفيلد بعيد، وبيركب هو واودي في القطر بمنتهى السهوله. وده على عكس جارفيلد اللي بيفضل يترمي من مكان لمكان لحد ما بيدخل جوه القطر. ومن الناحيه التانيه بيكون جون قلقان جدا على جارفيلد واودي، وبيقرر ان يتصل بالبلديه علشان يساعدوه يعرف مكانهم. وبنرجع تاني للقطر وبنلاحظ ان فيك متوتر جدا وخايف على جارفيلد من جانكس، ولكنه بيطمن بمجرد ما بيشوف الطوق اللي في رقبه جارفيلد. وبعدها بيروح ماك يتكلم معاه وبيشرح له انه هيستفاد حاجات كتير جدا من المهمه بتاعتهم دي، ولكن جارفيلد بيفضل يتريق على كلامه، وده لانه مهتمش بيه وسابه وهرب وهو لسه صغير. وبيكون جارفيلد عاوز يخلص من المهمه دي في اسرع وقت ممكن. وبمجرد ما بيوصلوا للمحطه بيروح باك وبيزق جارفيلد من القطر وبينط وراه هو واودي، وبعدها بيروح يراقبوا مزرعه اللاكتوز من بعيد، وبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا ان المكان متامن كويس جدا. وبالصدفه بيشوف جارفيلد الطور الضخم اللي صورته موجوده على شعار مزرعه اللاكتوز، واللي بنعرف ان اسمه اوتو. وساعتها بيروح جارفيلد يتكلم معاه وبيقول له ان هو من اشد المعجبين بيه، وبيفضل جارفيلد يغني له وبيساله على طريقه يقدروا بيها انهم يدخلوا للمزرعه، ولكن اوتو بيرفض ان هو يساعده، وبيكون باين عليه انه متضايق جدا وبيتعصب وبيضربه وبيلزقه في الشجره. وبمجرد ما اوتو بيشوف البقره اللي في المزرعه اللي قصاده بيتاثر جدا وبيسيب جارفيلد وبيمشي. فبيروح اودي وراه بيحاول يواسيه، وكمان بيروح له جارفيلد وبيساله اذا كانت البقره دي هي حبيبته، فبيقول لهم اوتو انها فعلا حبيبته وان اسمها اثل. وبيحكي لهم ان من مده قريبه المزرعه بتاعتهم كانت على وشك الافلاس، وعلشان كده قرروا انهم يخرجوا من المزرعه. وبيقول لهم ان هم سابوها هي في المزرعه علشان تلعب مع الاطفال. وبيكمل اوتو كلامه لجارفيلد وبيقول له ان هو حاول يخرجها اكتر من مره ولكنه فشل. فبيستغل جارفيلد الفرصه وبيعرض عليه انهم يرجعوا له اثل، وده مقابل ان يعرفهم ازاي يدخلوا للمزرعه. فبيوافق اوتو وبيبدا يشرح لهم كل تفاصيل المكان، وبيقول لهم على مكان اثل وكمان مكان عربيه اللبن، وبيعرفهم مهمه كل واحد فيهم والحاجه اللي مطلوبه منه. وفي تاني يوم بيقول اوتو لجارفيلد هو وفيك انهم لازم يتدربوا كويس علشان يكونوا جاهزين للمهمه. وبيفضل اوتو يضرب فيهم وبيلزقهم في الارض، وكمان بيخبطهم في الصخور وبيرمي عليهم جذوع الشجر وبيربطهم في بعض، وبيجري اوتو وراهم بشجره علشان يضربوهم. فبيترعبوا هما الاثنين وبيحاولوا انهم يهربوا منه. وبعد يوم طويل من التدريبات بيقعد جارفيلد هو وفيك جنب الشجره وبيفضلوا يلوموا بعض على اللي حصل لهم. فبيربطهم اودي بالحبل في نفس الشجره وبيسيبهم وبيمشي، وساعتها بيشد كل واحد منهم الحبل من الناحيه بتاعته وبيضرب التاني، وبيستمروا هما الاثنين على الوضع ده لحد لما بيتعبوا. وساعتها بيبدا فيك يفهم جارفيلد اللي حصل معاه زمان، وبيعرفوا ان هو ما سابوش لوحده، وبيحكي له ان في اليوم ده هو كان عايز ياكله لانه كان جعان جدا، ولكن الناس كانوا بيطردوهم من كل مكان بيروحوه، وانه وقتها اضطر ان ياخدوا المكان امن ويسيبه هناك علشان يروح يدور له على اكل. وبيحكي له انه كل مكان بيجي يدور في مخلفات الطعام كان الطباخ بيشوفه وبيبعده عن المكان، ولكنه بعد مده قدر انه يلاقي سمكه في القمامه، وبيقول له انه رجع له تاني بسرعه علشان يديها له، بس هو لما وصل ما لقاهوش، ولكنه وقتها شافه وهو مع جون في المطعم وفضل مراقبهم من بعيد. ولما لقى ان جون بيعامله كويس قرر ما يتدخلش ويسيبه يعيش معاه. وفي الوقت ده بيكون جارفيلد متفاجئ جدا من القصه دي، وبيسال والده هو ليه ما جاش زاره خالص خلال كل المده دي. فبيعرفوا والده ان هو كان بيزوره باستمرار من غير ما هو يشوفه. وفي الوقت ده بيجي اوتو بيقول لهم ان هم دلوقتي جاهزين علشان يسرقوا عربيه اللبن ويحرروا اثل. وساعتها بنشوف مساعدين جانكس اللي بيكونوا مقابلهم من فوق الشجره، واللي بيرجعوا بالليل لجانكس وبيعرفوها انهم شافوا جارفيلد وفاك وهم بيستعدوا علشان يسرقوا عربيه اللبن. فبتفرح جانكس وبتتصل بحارس مزرعه اللاكتوز وبتعرفوا ان في حد ناوي يسرق عربيه اللبن بتاعتهم بكره. فبيستغرب الحراس لانه ما بيكونش فاهم اي حاجه من طريقه كلامها، وبيروح بعدها الحارس لرئيسه الحرس علشان يبلغها باللي حصل. وساعتها بنشوف رئيسه الحرس دي وبيكون باين عليها انها شخصيه مرعبه مخيفه جدا، واللي بتستخدم تطبيق على التليفون وبتقدر انها تفهم كلام جانكس. وبتستعد رئيسه الحرس لعمليه السرقه. وفي تاني يوم بيراجع اوتو الخطه مع جارفيلد وباك واوزي، وبيديهم سماعات على شكل بندق علشان يتواصلوا بيها. ولما اوتو بيشوف شنط الاطفال اللي بتكون على شكل حيوانات بتجيله فكره، وبيقرر ان يخليهم يتنكروا على نفس شكل الشنط. وفعلا بيستخبى جارفيلد هو وباك واودي في شنط الاطفال من غير ما حد يحس بيهم، وبيستغلوا الفرصه وبيتسللوا كلهم لغرفه الكهرباء، وبيتنكروا في شكل عمال النظافه علشان باقي العمال ما يشكوش فيهم. وبعدها بيدخلوا كلهم من فتحه التهويه اللي بتسحبهم بسرعه كبيره وبتفرقهم عن بعض، وبتفضل تنقلهم من مكان للتاني لحد ما بتوقعهم في خط الانتاج والتعبئه. ومن بره المزرعه بيكون اوتو على تواصل معاهم عن طريق السماعات، وبيطلب منهم انهم
انهم يخرجوا من المكان ده بسرعه، ولكن للاسف رئيسة الحرس بتشوف جارفيلد في الكاميرات، وفجاه جارفيلد بيقع على قالب جبنه عملاق وبيفضل ياكل فيه وهو سعيد ومبسوط، ولكن القالب بياخده وبيتحرك بسرعه وبيروح لمكان البشر، وساعتها ما بيكونش جارفيلد عارف يتصرف ازاي، وفجاه بيظهر اودي وبيطلب منه ان ينط ويتعلق في قالب تاني، وفعلا بينط جارفيلد وبيلحق نفسه على اخر لحظه، ولكن للاسف بيفضل القالب ده يتحرك بيه لحد ما بيوديه المكان اللي بيتم فيه تسييح الجبنه، فبيفضل جارفيلد ينط من قالب للتاني علشان يهرب، وساعتها بيتدخل اودي وبيستخدم حبل مصنوع من الجبنه وبيشده وبيقدر ان ينقذه على اخر لحظه، وبعدها بيقع جارفيلد على قالب الزبده، ولكنه وقتها بيتفاجئ ان في سكاكين كتير بتنزل عليه علشان تقطع قالب الزبده، وفي الوقت ده بينضم له اودي وبيحاول ان ينقذه، ولكنه للاسف ما بيقدرش، وبيفضلوا هما الاثنين يحاولوا انهم يخرجوا، لكن السكاكين بتكون كتير وبتتحرك بسرعه جدا، ولحسن الحظ فيك بيشوفهم وبينطلق وبينط من مكان لمكان لحد ما بيوصل لهم وبيقدر ان ينقذهم على اخر لحظه، فبيفرح جارفيلد جدا وبيشكره وبينطلقوا كلهم وبيروحوا المكان العربيه، ولكنهم بيتفاجئوا ان المفاتيح مش موجوده في مكانها، وفجاه بتظهر رئيسة الحرس وبيتعرفوا ان المفاتيح موجوده معاها، فبيجري جارفيلد بسرعه وبيستخدم الكرسي وبيحاول ان يهاجمها، ولكنها بتكون قويه جدا وبتقدر انها تقيده بكل سهوله، وبتفضل تطارد اودي وفاك علشان تقبض عليهم، فبيستغل جارفيلد الفرصه وبيتكلم مع اوتو من خلال السماعات وبيعرفوا اللي بيحصل، فبيعرفوا اوتو انه هيجي وهيشتتها، وبينطلق اوتو ناحيه المزرعه بسرعه علشان ينقذهم، وساعتها بيستخدم جارفيلد برميل الميه وبينطلق بسرعه وبيبدا يهاجم رئيسة الحرس وبيضربها وبياخد المفاتيح منها، ولما جارفيلد بيجي يهرب هو واللي معاه بتمسكه رئيسة الحرس وبتبدا تكهربه وبتاخد منه المفاتيح، وفجاه بيشتغل جهاز الانذار وبتلاحظ رئيسة الحرس ان اوتو بيحاول يقتحم المزرعه، فبيستغل فاك انشغالها وبيعتذر لجارفيلد عن اللي هو هيعمله، وبيرميه هو وودي على رئيسة الحرس وبيوقعها وبياخد المفتاح وبيقفل عليهم الباب وبيركب العربيه وبيسيبهم وبيهرب من المكان، فبيتصدم جارفيلد جدا من اللي حصل، وده لان فاك اتخلى عنه للمره الثانيه، ومن الناحيه الثانيه بينطلق فاك باقصى سرعه وبيدمر سور المزرعه بالعربيه وبيهرب من المكان، ولما اوتو بيدخل للمزرعه بيقابل اثل، ولما بيجي يقرب منه بتيجي رئيسة الحرس وبتمنعه وبتبدا تكهربه هو كمان، وبتخلي الحراس بتوعها يجروا وراه ويطاردوه، اما جارفيلد واودي البلديه بتقبض عليهم وبترميهم في العربيه، ومن الناحيه الثانيه بنشوف فاك وهو سايق عربيه اللبن باقصى سرعه، واللي بيقابل جينكس ومساعدنا على الطريق، فبينزلهم فاك من العربيه وبيقول لجينكس ان هو كده عمل لها اللي هم اتفقوا عليه، ولكن جينكس بتعرفه ان عربيه اللبن دي مش مهمه بالنسبه لها، وانها كانت بتعمل كل ده علشان تخلي البلديه تقبض عليه وتسجنه، وبتقول له انها مش عاوزه اي حاجه في الدنيا غير انها تشوفه وهو بيتعذب زي ما هي اتعذبت في السجن، وبتأمر جينكس المساعدين بتوعها انهم يقبضوا عليه، وبنروح بعدها لجارفيلد وبنشوفه وهو محبوس وسط قطط كتير، وبيكونوا كل القطط دي عارفين فاك، وده لانه كان زعيم عصابتهم، وبيبداوا كلهم يحكوا لجارفيلد عنه وبيقولوا له ان هم طردوه من العصابه بتاعتهم، وده لانه كان كل مهمه بيسيبهم وبيقول لهم ان هو رايح يطمن على ابنه، وكمان بيعرفوه ان هو كان بيراقب ابنه من فوق الشجره من غير ما هو يشوفه، وانه كان بيسيب علامه عليها في كل مره بيزوره، وبعد شويه بيجي اودي ومعاه جون اللي بيفرح جدا لما بيشوف جارفيلد، واللي بيوري الموظفه الطوق بتاعه وبيستلمه، واخيرا بيرجع جارفيلد للبيت من تاني، واللي بيكون سعيد ومبسوط جدا انه رجع تاني لحياته، ولما بيروح للسفره علشان ياكل هو واودي وجون بيحس جارفيلد لاول مره انه مش عاوز ياكل، وبيتاثر جدا لما بيشوف الشجره اللي فيك كان بيراقبه من فوقها، وبيروح جارفيلد للشجره دي علشان يتاكد من ان القطط حكوا له عليه، ولما بيجي يطلع على الشجره بيتفاجئ لما بيشوف عدد كبير جدا من العلامات، وبيفهم ان فعلا والده كان بيزوره معظم الوقت، وبينزل بعدها جارفيلد من على الشجره وبيحضن اودي وبيقول له ان فاك بيحبه، ولكن لحد دلوقتي مش فاهم هو ليه سابهم وهرب بعربيه اللبن، وفجاه جارفيلد بيفهم ان فاك كان عارف ان هو مش هيتحبس لما شاف الطوق بتاعه في القطر، وبيفرح جارفيلد جدا وبيقرر ان يروح ينقذه، وبالليل بيروح جارفيلد هو واودي للمبنى المهجور، وهناك بيشوفوا المخططات بتاعه جينكس، وبيفهموا انها عاوزه ترمي باك من فوق القطر وهو ماشي من على الكوبري، وساعتها بيستخدم جارفيلد السماعات وبيتواصل مع اوتو وبيطلب مساعدته، ومن الناحيه الثانيه بنشوف القطر وهو متجه ناحيه الكوبري، وفي القطر ده بنشوف فاك وهو مربوط ومتعلق في السقف، وكمان بنشوف جينكس والمساعدين بتوعها وهم محاصرينه، وبنروح بعدها لجارفيلد اللي بيتفق مع اوتو انه هينط جوه القطر وهيحرر فاك وهيهربوا من المكان بسرعه، وساعتها بيكون اودي جاهز شبكه تحت الكوبري علشان جارفيلد ينزل عليها لما يجي يهرب، وساعتها بيفتح جارفيلد تطبيق المطعم على التليفون وبيطلب اكل كتير جدا، وبعدها بيطلع جارفيلد فوق غصن الشجره وبيشد اوتو الغصن ده، وبمجرد ما القطر بيقرب منهم بيسيب اوتو الغصن وبيطيره بعيد، وبيفضل جارفيلد يترمي من مكان لمكان لحد ما بيدخل جوه القطر، وبيخبط جينكس والمساعدين بتوعها، وبيحاول ان يقطع الحبل علشان يحرر باك، ولكن جينكس بتهاجمه وبتقطع له الحبل بالغلط، فبيجري جارفيلد وبياخد فاك وبيبعده عنها، وبيبدا ان يتسلق القطر وبيطلع فوق وبيسحب الحبل وبيطلع فاك هو كمان وبيجروا بسرعه علشان يوصلوا لاخر عربه في القطر، ولكن للاسف
للاسف بيقدروا مساعدين جينكس انهم يحاصروهم، وفجأة بيوصل الاكل اللي جارفيلد كان طالبه بطيارات الدرون، وبينط جارفيلد وبيتعلق في الطلبات، وبيستخدم كرات اللحم وبيهاجم بيها واحد من مساعدين جينكس وبيوقعه، وكمان بيستغل الخضار وبيوقع المساعد التاني، وبعدها بيجري بسرعه هو وفيك علشان يروحوا لاخر عربه في القطر. ولكن فجأة بيجي واحد من مساعدين جينكس وبيمسك فيك، وساعتها جارفيلد بيستغل الشطه وبيرميها في عينه، وفي الوقت ده بتيجي جينكس وبترمي جارفيلد على اقرب درون، فبيفضل جارفيلد ينط فوق الطلبات وبياكل برطمان الشطه وبيرجع لهم بسرعه، وبيخرج نار كتير من بقه وبيخوفهم، وبيستغل الحبل اللي جنبه وبيتعلق في غصن شجره وبيرجع هو وفيك لاخر عربه في القطر. وقبل ما جارفيلد يقع من على القطر بيروح له فيك بسرعه وبيلحقه على اخر لحظه، وفي الوقت ده بنكتشف ان القطر وصل للكوبري، وبتكون جينكس قدرت انها تحاصرهم هي ومساعدينها من الناحيه الثانيه، وساعتها بيضطر جارفيلد ان يزق فيك من على القطر وبينط وراه هو كمان، ولكن للاسف بتكون الشبكه مشدوده زياده عن اللزوم، واللي بمجرد ما بينزلوا عليها بترميهم لفوق وبتقع على القطر من تاني، فبتفرح جينكس جدا لانهم رجعوا لها، واللي بتروح لهم هي ومساعدينها اللي بيمسكوهم وبيكونوا على وشك انهم يرموهم من فوق القطر. وساعتها جارفيلد بيعتذر لفيك لانه حاول ينقذه لكنه ما قدرش، فبيواسيه فيك وبيفهمه ان هو عمل اللي عليه، فبيتاثروا مساعدين جينكس بالكلام ده وبيتعاطفوا معاهم، وكمان بيطلبوا من جينكس انها تسيبهم يعيشوا، ولكن جينكس بترفض وبتتريق على المساعدين بتوعها وبتقول لهم ان هم اغبياء، وبتتعصب جينكس جدا وبتنقض عليهم وبتهاجمهم وبتوقعهم كلهم من على القطر، وبعدها بتتخبط هي كمان وبتقع وراهم. وقبل ما جارفيلد واللي معاه يوصلوا للارض بينقذهم اوتو على اخر لحظه، وكمان بينقذ جينكس وبيقعوا كلهم فوق الشبكه، فبيفرح جارفيلد هو وكل اللي موجودين لانهم لسه عايشين. وبعد شويه بياخدوا كلهم عربيه اللبن وبيروحوا يقابلوا رئيسه الحرس، واللي بيكونوا متنكرين على هيئه شخص بشري، وبياخدوا منها البقره اثل وبيتكلموا معاها عن طريق تطبيق الاصوات اللي على التليفون، وبيدوها جينكس وكمان مفتاح العربيه، وساعتها بتكون رئيسه الحرس فرحانه لانها قبضت على القطه اللي خططت لكل حاجه. اما اثل فبتقابل اوتو اللي بيفرح جدا لما بيشوفها وبيحضنها. وفي تاني يوم بيرجع جارفيلد هو واوتي للبيت، وهناك بيطلبوا من فيك ان يفضل عايش معاهم، ولما فيك بيلاحظ انهم مش متمسكين بيه بيرفض الفكره وبيعتذر لجارفيلد عن كل اللي حصل له بسببه، وبعدها بيودعه وبيسيبه وبيمشي. ولما جارفيلد واوزي بيدخلوا للبيت بيفرح جون جدا برجوعهم ليه، ولكن وقتها جارفيلد بيحس بالذنب جدا اتجاه والده، خصوصا بعد ما بيفتكر كل اللي هو عمله علشانه، وبيخرج جارفيلد من البيت بسرعه وبيروح يدور عليه، ولما بيجي يدور وما بيلاقيهوش بيفهم ان هو اكيد موجود فوق الشجره، وفعلا بيروح جارفيلد وبيلاقيه موجود هناك، وساعتها بيطلب جارفيلد من والده ان يجي يعيش معاهم، فبينزل فيك من على الشجره وبيحضنه. وبعد فتره بنشوف جارفيلد وهو بيحضر الاكل لجون واودي وكمان والده فيك، وكمان بيعمل حفله في البيت وبيعزم فيها كل اصدقائه الحيوانات، وبيفضلوا يرقصوا مع بعض، واخيرا بيعيشوا كلهم مع بعض حياه سعيده وبيخوضوا سوا مغامرات كتير وهم مبسوطين.